السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى هنعمل شوية شاورما، ولا محلات ولا غيره، شاورما بيتي محترمة 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 وأقل التكاليف. هقول لكم بقى العيش التورتيلا ده يتعمل بيه الشاورما ازاي، وجميل جميل جميل. ملوكة بقى هتعمل لكم الشاورما، طبعا مش أنا اللي عاملاها، ملوكة اللي عاملاها من الألف للياء. وجايبه لكم بقى العيش التورتيلا بتاع العيش الدايت اللي بيحب الاكلات الدايت بقى زيها، والعيش بقى ايه التورتيلا العادي برضو. العيش التورتيلا اللي الدايت بيبقى فيه إيه زي ما يكون نخالة القمح اللي هي الردة بتاعتنا دي شوية كده. اما التاني بقى ايه بيبقى ابيض زي ما انتوا شايفينه كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. نبدأ كده بالصلاة على النبي، واقول لكم مساء النور والسرور على الحبيبات جميلات القلب، جميلات القلب. جابت بقى الفراخ البانيه وتبلتها بالبصل. وساعات كتير قوي ما بتحطش بصل، تتبيلة البصل بتحط زبادي وبتحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وبابريكا، ومن غير ايه تتبيلة البصل دي. يعني ليها حركات وتكات جميلة قوي. اللي حابب بقى الأكل الدايت والأكلات الجميلة بتاعتها ديت ايه يقول لي وأنا أنزل لكم الأكلات بتاعتها الجميلة دي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا نشتري بقى، شوفوا بقى بره السندوتش بتاعت الشاورما بقد ايه. لا هي بتجيب البانيه وبتتبله بجميع التتبيلات بتاعتها، شويه بقى زي ما انا قلت لكم بزبادي وشويه ميه البصل وشويه فلفل اسمر على حسب بقى مزاجها كده وايه وتكون رايقه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هتقطع بقى الايه البانيه ده بقى شاورما كده شرايح شرايح كده، وبعدين بقى معاه البصل ومعاه الفلفل، لو في فلفل الوان بتحط، فلفل اخضر عادي بتحط معاه بقى شويه البصل الجميل كده، وتعمل بقى وتظبط السندوتشات. ايه رايكم في بنوتي لو تدخلوا بقى بناتكم من الاول المطبخ كده يبقوا ستات بيوت زي العسل، وبرضو على اساس ان هم هيشتغلوا. ايه رايكم بقى اما نقعد نحكي في الحكاوي ده؟ هي هتقطع البصل وهتقطع الفلفل كده. قولوا لي رايكم كده، ان الست تشتغل ولا ما تشتغلش؟ أنا من رأيي إن الست تشتغل وهتحافظ على بيتها يا شيري، أو هتحافظ على بيتها. أهم حاجة إن الست تشتغل بعد ما تخلص الجامعة، ما تقعدش في البيت نهائي. ده من وجهة نظري. من وجهة نظري إن الست تنزل ويبقى معاها فلوسها الخاصة بيها، وإن هي تشتغل وهتخلي بيتها نظيف جدا جدا جدا. إيه يعني ما تجيب واحدة تساعدها في قلب البيت؟ إيه يعني ما ترتب حياتها على أساس إن هي ترتب الحاجة بتاعتها وتظبط حاجتها وهي بتشتغل؟ مش هيأثر منها في أي حاجة، وإن شاء الله هتبقى حياة سعيدة وهتبقى جميلة. بالذات بقى لما تبقى تتفق مع زوجها كده بعد كده إن هي هتشتغل. لازم تنزل. أنا أناشد إن البنانيت كلهم بعد ما يخلصوا الجامعة بتاعتهم يشتغلوا، وتشوف شغلها وتشوف حياتها وتشوف مستقبلها هنا وهنا في البيت وفي الشغل. هي قطعت لكم الحاجات هي الجميلة بقى، الفلفل هنا كده، وزي ما بقول لكم لو في ألوان فلفل ألوان حطي فلفل ألوان. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا معلماها تدخل لو أنا تعبانة، لو أنا برا، لو أنا في حاجة، تبقى ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. هي قالت لي سيبي لي يا ماما بقى، من ساعة ما جابت بقى جبنا الحامل وهي ما شاء الله تبارك الرحمن بتعمل لوحدها. وأنا قعدت يعني الحاجات المهمة بقى المحاشي والحاجات دي. حطت الفراخ تاخد صدمة في الوك بقى بتاعها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما بتستخدمش دهون كتير، يعني حتة زبدة، الأكل بتاعها كله بزبدة كده، وتبقى حتة إيه كميات صغيرة. فين المعلقة يا ملوكة؟ مش مشكلة، حطت من كده بالملح عادي. هنا ملح وفلفل أسمر، هتحط ملح وفلفل أسمر وبابريكا، وأنا عاملة توابل الفراخ لوحدها ومعرفاها شكلها، وتوابل اللحم حطها لها برضو لوحدها. ما شاء الله تبارك الرحمن. ادينا بقى الفراخ بتاعتنا صدمة، واللي تاخد صدمة بقى، وبعدين بقى نحط بقى ايه الفلفل بتاعنا عليها. ما شاء الله تبارك الرحمن. مين اللي ما صلاش على النبي لحد دلوقتي؟ صليتوا على النبي؟ قريتوا الأذكار بتاعتكم؟ قريتوا ورد النهاردة؟ يلا بشجعكم اهو. اللي ما قراش الأذكار بتاعته يقرا الأذكار، أذكار الصباح، أو حبيتوا تشوفوني الصبح لو دلوقتي في المساء. ما شاء الله تبارك الرحمن. دوموا على ذكر الله، دوموا على الصلاة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. لما تحطي الفلفل بقى في الاخر كده بعد ما الفراخ تقرب تستوي كده، ما شاء الله يبقى ايه كده الفلفل كده لونه اخضر وجميل. اما لو حطينا بقى الحاجات في الاول كده
تبقى إيه، تدبل بقى جامد، ما تبقاش لها. أنا باحبه كده فيها القرمشة الجميلة بتاعته كده. هتبدأ بقى الفراخ بقى تتعمل كده الجميلة القمر دي، وبقى يبقى أقل التكاليف بقى، يعني حاجة معمولة في البيت، نضافة، إحنا اللي غاسلين البانيه وشاطفينه وبالليمون وبالجنزبيل وحاطين عليه التوابل بتاعته، كل حاجة من البيت موجودة من البيت، يا دوبك اشترينا العيش التورتيلا بقى وحطيناه فيه، والأسعار تبقى إيه، هادية بقى وجميلة كده. هي بقى جابت العيش ده بقى، ده مش العيش دايت، ده عيش تورتيلا عادي، بس الدايت خطير، منها كانت بتستخدمه بقالها كتير، فاحنا اتعودنا على عيش التورتيلا ده، فجابت ده بقى علشان اخواتها، فلا، الدايت تحس كده ان هو جميل، اما ده تحس زي الكريب كده. هتحط الجبنة الموتزاريلا وتحط البطاطس وبعدين تحط الفراخ، ما شاء الله تبارك الرحمن بيبقى جميل، جربوه كده على طريقة ملوكة ويبقى زي العسل. شايفين الكمية قد ايه، وعملنا سندوتشات لما قلنا بس اللهم بارك اللهم بارك. ايه رأيكم في اكل ملوكة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا وشفا للي ياكل، وبألف هنا وشفا للي شاف وهيجرب. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين أنا بقى اللي كنت عملت ده علشان الشباب كانت عايزة تاكل الأول، وبعدين إيه، هي بقى كملت الباقي تاني. هنا عملت أهو، جبت حتة زبدة صغيرة كده، أو ممكن تحطيه في الطاسة الجرانيت أو التيفال وتعمليه لو ألمونيا حتى يا ستي، وهتشوحيه كده وهيبقى زي الفل. حطيت اللايك واشتركتي في القناة ولا نسيتي؟ يلا بقى، ولو الأكل عجبتكم جربوها وقولوا لي إن إحنا جربنا، وقولوا لي إيه رأيكم فيها. بحبكم في الله يا أحلى أخوات في الكون كله، في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.